المواطن الاماراتي. جنسية، أقوى جنسية. طيب. خلى من طيب الشباب والاعلام لا ترفع المستوى يا اسمر، خلنا على تحت، خلنا تحت الحليب، قرب الحليب بعدها نطلع الجنسيه طيب والامارات اللي يرفع فيها علم اسرائيل، هذه مو محتلتكم هذه يعني؟ وتوظف اسرائيل وتوظف اللي خلفوها، والاسرائيلي يشتغل تحت ايدي وبعطيه راتب، وراتبي اكثر عن راتب الاسرائيلي ب7000 مره، وتوظف الاسرائيلي باللي يجي وياه. اهم شيء ان المواطن الاماراتي ما يشتغل تحت اليد الاسرائيلي، والاماراتي ما يشتغل تحت اليد الفرنسي، هن يشتغلون تحت ايد المواطن الاماراتي. فاهمني كيف؟ الاوامر اللي تجيك من ملكك، الاوامر اللي تجيك من الملك كلها بيد بني صهيون. في بيت دعارة في امريكا في 62 توظف الامم المتحده وتوظف الخرابيط. اهم شيء وين حنا وانت وين؟ اهم شيء وين يا وين؟ القرارات اللي تجيك صهيون من انما القرارات، خلينا نكلم لك على الواقع. تعال الامارات تستحي انك تتفل في الشارع، تعال شوف النظافه، تعال شوف الشوارع، تعال شوف المواطن كيف عايش، تعال. وبعدها قارن بين الجزائر وبين الامارات. اخر هم لو قارن نفسك باوغندا، اساسا اوغندا افضل عنك. انا اي يا جاسم لازم يشتغل طول عمره ليجي الإمارات. يا ابوي يشتغل طول عمره بعد. في اشياء ممكن تسوي مقارنه، قارن مع مالي مثلا، قارن مع الصومال، قارن مع نيجيريا، قول يمكن تضبط. جاسم نتكلم الصدق، لانك تقارن الجزائر وتقول لي حق شو اسمه استغفر الله العظيم، قاره. حتى امريكا قاره، بس شوف امريكا كيف وشوف الجزائر كيف. ايه صح. جاسم تفضل. احييك على الحوار الشيق ذا. شكرا، الله يحفظك. ايوه اقول لك كس امك وكس اللي معك، اي نيك ابوك. هاي تكون جزائري عادي، ما بنزلك عادي، تم سب لين الصبح. كس امك وكس اختك وكس بن زايد. اي يلا. مستواك تتكلم مستوى. كس امك اسمر، اني كمك اسمر. هذا المواطن الجزائري اسمه. خلاص يا اسمر لا ترد عليه عادي، ترى الهستيريا بتجي مرات. المغرب ولا تونس يطرشوا لهم الزطله وتشي عادي. سبحان الله. العرق الفرنسي تشي سبحان الله يتحرك، يوم يتحرك العرق الفرنسي لازم يتكلم شيء، يسب الاعراض. هو مبسوط ويضحك بعد عشان قال الكلام ذا. كسمك جاسم. تمام شكرا. ما عندك شرف يا اخي. رحم الله والدينك. ما عندي شرف لان اكلمك اساسا. شكرا. ابن اليهوديه يلا. تمام. شكرا يا ابن الفرنسيه. شكرا. كس المغرب وكس اسمر وكس خواتكم وكس امهاتكم وليك امهات. نام مرتاح والله مرتاح اسبك يا جاسم. تمام. تشوف لك شيء صابونه عشان ترتاح اكثر، وندخلها في طيزك. يلا ندخلها في طيزك. يلا تمام. امور طيبه. يلا انزل. تمام. طيزك حلو. طيزك يا جاسم الحسه. الحس طيزك. طيزك قطع الحس طيزك ابن القحبه. طيزك. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يلا مع السلامه يا جاسم. مع السلامه. انت تحرى نفسك الحين بتسب وتغلط علي. فسياستي انك جاسم بعري الواقع الجزائري وبعري المواطن الجزائري. لازم العالم يعرف منو هو المواطن الجزائري كخلاصة قول. تتحرى عمرك انت بتمرر مغارضة، يعني اذا بتسبني خلاص بزعل وبصير انام مثلا. تشير البث يا اخوان مع متابعة الحساب. تشير البث رحم الله والدينكم. البث خاص في الجزائر، فلا حد من اي دولة ثانية يطلب قسط. يا اخوان بارتاجي الله يسعدكم. بارتاجي. ابوي غزة افضل عنه ويتكلم بعد. يعني الانسان غزة افضل عنك وتتكلم تقارن الامارات بالجزائر. اخوان بارتاجي البث مع جسمه مع تكبيسات رحم الله والدينكم. محمد افتح الكاميرا وبند مرة ثانية. تسجل البث، تسجل اللي تبغونه، ما مشكلة.
اللي يطلع يفتح الكاميرا وبعد يبند مره ثانيه. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمح لي بزاف، قلت لي ما تبغي حتى واحد من غير الجيري، انا مغربي، بغيت نسلم عليك اودي اخي جاسم. بغيت نقول لك اودي باش تعرفوا مع من حشرنا الله في الجوار. جموع جبت لكم المسبه، حتى انا من سبتني انا سبوكم انتم بعد، يقول حتى المغاربه ما ادري ايش السموح، اعتذر من المغاربه انا مسبتني انا سبوكم. الله يحفظك. تمام اخوي محمد. والله اخي جاسم تفضل. ها تفضل. اشنو قلتي؟ لا مو انت. بلاتي بغيت بغيت نقول لك اودي تشوف، انا والله العظيم عرفتي انا متبعك ماشي في التيك توك. اللي هو شكرا الله والله ما اعرف اللي ينزل مقاطعي صراحه، مو انا اللي ينزل المقاطع في اليوتيوب، في ناس ثانيه تنزل. صح. ايه معروف. اي والله العظيم شكرا. فشكرا على المشاركه اخوي محمد، رحم الله والدينك. فالموضوع اليوم يخص بس اخوان. شكرا الله يحفظك. تفضل يا اخت فوفا. انت شو شتي هذا ماشي ديالك اخي جاسم. لا في ناس ثانيه بتنزل بس صوتي انا، بس في ناس تنزل يعني. لا صوتك ايه صوتي، بس في ناس تنزل ترى. شكرا الله يحفظك. معليش الله يحفظك انت اخي جاسم، وشكرا بزاف، حفظك الله. تمام شكرا اخوي محمد. شكرا. شوف تربيه الملوك وتربيه اللقطاء. تفضل فوفا. سمعتيا؟ هي سمعت. بغيت نوضح في واحد المشكل خوتي. هذا ولد بلادي اللي راهو يسب، والله ما راهو يمثلنا، وعلى بالكم حنا الجزائريات نحربوا باه نتزوجوا بكاش عباد اخرين من جنسيات اخرى، ومن بين الجنسيات اللي نحبوا نتزوجها يهود. هذه راهو اختي من العربيه. يزيد فضلك كبرتيها. هذا خوتي رانا نتزوجوا دروك من اليهود، بالك نستحقوا منهم كاش حاجه مليحه. ولاد بلادنا ما راهمش دوماج. انا اسمع انهم يتعاطون عقاقير حبوب بتاثر على وهو. شوف يا اخي نقول لك في عفسه في لي فارماسي دوكا يسموها الصيدليه، رانا ما نلقاوش حبوب منع الحمل، راهم يقعدوا ياخذوهم لينا كلش. الرجال ياخذون حبوب حمل. واه استغفر اعوذ بالله. انا اقول وش فيهم شيء، انا اقول فيهم سبحان. ليش يغارون يوم يشوفون الحريم يكبسون تحت، يغارون دوم يسبون يغلطون ويتكلمون في الاعراض؟ اقول فيهم شيء. هذه نمد لك من لاختيك العربيه، روحوا كتبوا زواج جزائريات من يهود، وراكم تقرعوا وتشوفوا في لاختيك الكلش راهو يتكلم على زواج الجزائريات من اليهود. حبيت نقول لهم رانا نحبوا اليهود، وبالك عمي تبون تحية عمي تبون راهو يمد لهم في الغاز لليهود. نحبوهم. رحنا نديروا لهم العلاقه كاشيت، معليش لازم العباد. انا توصلت بمعلومه من خلال البحث ان بوتفليقه ما عنده عيال، وبو مدين ما عنده عيال، وبن بله ما عنده عيال، واغلب اللي مروا على الجزائر ما يولدون، ما عندهم عيال. هي لا بالي ما راهمش رجال. استغفر الله العظيم. راهم صنصيص، ما راهمش يولدوا في هذاك تاني ولد عمي تبون راهو يبيع فيه هذيك البيضه. ايه عارفه يبيع البيضه اللي عنده ورا ولا البيضه الثانيه؟ يبيعهم بزوج. هذاك شنقيحه راهو يبيع المصاصه تاعو. ما افهم قصدك، بس شكل الموضوع شيق. استغفر الله العظيم. اخوي يبيع البيضه، اعوذ بالله. القريحه راهو باع المصاصه تاعو بلقى يسموها بيضه، يبيعها لهذاك الفرنسي، والتبون راهو يبيع البيضه تانية. على بالك خلاص الموضوع طلع عن السيطره. ايه هذه لا فيريتي. انت من وين؟ انت من وين من الجزائر؟ من خنشله، ولايه خنشله، تعرفها؟ لا اسمع بس ما اعرف صراحه. ايه وبابا راهو من عين النعجه. ايوه تمام زين والنعم. تمام اخت فوفا شكرا على المشاركه. يزيد فضلك اني حبيت العباد كلهم اللي راهم يسمعوني روحوا خوتي بحثوا في هذا الموضوع. تمام. كتبوا زواج جزائريات من يهود ويطلع لكم لاختيك راهو من العربيه. ما راهيش هذه راهي لا بروف نقول لك. تمام زين. تمام لازم نغير الموضوع لان عندنا ضيف. يزيد فضلك اني روح. لازم نغير الموضوع لان عندنا ضيف
إلى الصيت ضيف يشرفنا الصراحة. دكتور سيدة تفضل خذ المايك، لازم أغير الشاشة. دكتور عبد الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. المواضيع هاي مو بحقك، جيت في وقت غلط صراحة، بس نرجع للموضوع الأساسي اللي كنا فاتحين عليه البث. تفضل أخي جاسم، الله يخليك، وتحية لجميع الحضور. لنا الشرف أنا من بعد ما حضرت البث أمس مع الدكتور والراي المغربي، اليوم راح حساب أساسا صار عليه هجوم سيدة يا عزمه. اخوان بعد شوي اللي عنده ميزة خاصية التسجيل بيسجل البث. عارف انا عشان الحمد لله يا تشحي، اخبارك؟ سك طيب، لك صحة وسلامة. لا خلكم من الصورة صراحة، يعني الفائدة في التكبيسات لا تركزون على جماعة الهوك، لا تركزون على تعاليقهم. فلا تفضل لك الحرية انك تسجل البث. التعاليق لا تظهر. انزين بقى كيف بسوي لها؟ انزين هنا يجي 1 2 3. ايوه اظن هيك احلى. شي بتظهر التعاليق. لا شي اوكي. ايوه بس تكبيسات مع تشير البث يا اخوان. السلام عليكم. هلا سلام، شو اخبارك؟ سك طيب؟ الحمد لله بخير. هلا كيف صحتك؟ الله يحييك. امورك تمام؟ دكتور عبد الصالح واسمر. اسمر اظني غاط في النوم، الدكتور اظني بيسوي شيء وانا باكل يعني فواكه. انا معك اخي جاسم، انا معك. تفضل. تمام، خلص امورك وحنا وياك دكتور. لا هو غير واحد الملاحظه حينما تحدثت الاخت فله على حبوب منع الحمل، فكاين واحد الكتاب ديال واحد الجزائري اسمه محمد تمالت، كان الف كتاب اسمه العلاقات الجزائريه الاسرائيليه، وهذا مؤلف جزائري، وكان يعني توفي في السجن بعد اضراب على الطعام، فمات في السجن. فكان يتحدث على مجموعه من الصفقات والعلاقات ما بين الجزائر واسرائيل، رغم انه يدافع عن الاطروحه الجزائريه. فقال لك كانت هناك مجموعه من التعاون حتى على المستوى الطبي، وقال لك من بين يعني الاتفاقيات المهمه والضخمه التي تم توقيعها مع الجانب الاسرائيلي هو استيراد، لا اتذكر العدد، قال لك 10,000 ذاك الآلة لمنع الحمل تم استيرادها على هو الاكتشاف الحمل تم استيرادها من إسرائيل. من إسرائيل، من الصين، عن طريق إسرائيل، كانت طلبية إسرائيلية من الصين. الجزائر استوردتها من إسرائيل. أيوة. فتم التوقيع ما بين وزارة الصحة الجزائرية ووزارة الصحة الإسرائيلية، بل وأن هناك واحد مدير ديوان أحد رؤساء الجزائريين كان قال تصريح للصحافة بأن العناصر من الموساد الإسرائيلي شاركت حتى في العشرية السوداء
في ذبح الجزائريين. فيعني التطبيع الجزائري الإسرائيلي يعني دار في التاريخ، وهناك مجموعة من المحطات التي توثق على أن الجزائر كان لها تنسق مع إسرائيل. ويكفيك أن أذكرك أخي جاسم، وربما أنك تعلم هذه المعلومة، أن الرئيس المغدور محمد بوضياف أنه قتل بسلاح إسرائيلي، بسلاح سكوربيون إسرائيلي. وكان هناك اعتراف للأمير الثالث للجماعة الإسلامية المسلحة ذاك الجية عبد الحق العيايدة، وقال بأننا كنا نمتلك سلاحا إسرائيليا استطعنا التحصل عليه من العناصر الجيش الجزائري. وكان مجموعة من الأبحاث كانت تحدثت على الصفقات العسكرية من خلال يعني اقتناء مجموعة من المعدات العسكرية الإسرائيلية من طرف النظام الجزائري. كذلك اللقاء اللي كان ما بين بوتفليقة وإيهود بارك بمناسبة الجنازة ديال المرحوم المغفور له بإذن الله الحسن الثاني، والتي دامت أزيد من 9 دقائق، والتي قال فيها يعني عبد العزيز بوتفليقة لإيهود بارك: عندما تحتاجون لنا ستجدوننا. وآخر خرجة أو آخر تسريب الخارجية الأمريكية، اللقاء ما بين تبون وما بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كانت يعني بالصوت ديال تبون قال: لا مشاكل لنا مع إسرائيل. فهذه المسألة ديال فلسطين ظالمة ومظلومة يعني من أجل يعني دغدغة المشاعر وفقط. كان ياسر عرفات سنة 64 ولا 65 كان جاء للجزائر لطلب الدعم الجزائري بخصوص القضية الفلسطينية. تعرف كم ظل ينتظر أخي جاسم لكي يتم استقباله من طرف بن بلة بومدين؟ تعرف كم المدة؟ كم؟ 3 أشهر. الله المستعان. هذا مو هن اللي ودهم يحرروا فلسطين؟ لا 3 أشهر. وكان قال لهم بن بلة: سأرسل 100,000 مقاتل إلى القدس. هو انسان ما حرر حتى طيب وده يحرر فلسطين. بدنا نحرر القدس. الجزائري في واحد الفيديو دارت فيديو يقتل بالضحك، قالت لك: واحد من العائله كل صباح لازم يطلقونا نحرر فلسطين. قال لك هو هارب من الجيش. يا اخوي الدكتور بس اتطرق لنفس النقطه دامك تكلمت عن حبوب منع الحمل. انا سمعت ان اغلب رؤسائهم العاهدين اللي مروا على الجزائر ما عندهم عيال، ما يولدون شيء، عندهم عقر او شيء وسالفه، او ينامون على بطنهم، ما ادري سالفه شيء ولا تاثير حبوب منع الحمل شيء في الموضوع. بس لو عندك معلومه على والله يا اخي انا شوف هذه المسائل هذه انا غالبا اتفادى يعني الخوض فيها، رغم انني يعني التقيت مع مجموعه من المعارضين اللي كانوا معارضين للنظام السياسي المغربي والذين عادوا وكانوا يعني يعيشون في الجزائر، وكانوا مع ما يسمى بالمجموعه ديال الوجده، فيحكون لنا الغرائب يا اخي والعجائب. بس قلنا بوتفليقه ما عنده عيال صح؟ بوتفليقه كان شوف واحد الكتاب كان ندير عليه مجموعه من الحلقات حاليا انا على اليوتيوب، تقدر ترجع له على القناه ديالي ديال اليوتيوب، يتحدث على بوتفليقه ويقول عليه انه ايفيميني. تعرف ايش هي ايفيميني بالفرنسيه جاسم؟ لا والله صح. هو مبنت يعني. ما المقدم. لا مبنت يعني نفس الشيء، ترى ابو مدين نفس الشيء. دكتور عبد الحق انا عندي بومدين كان تزوج زواج سوري، يقال ان تزوج زواج سوري، وكان احد وزير الداخليه ديالو اللي هو احمد مدغري كان يحتج على الزواج عشان شي كلمه يتكلمون عن الرجوله والنخوه والفحوله وهنم ولا شيء. كل ما يطلع جزائري يتكلم عن عنده مصطلحين: مصطلح الرجوله، مصطلح الفحوله، ومصطلح التحرير. يعني فاقد مصطلح الجماجم. تفضل شحي. أنا عندي سؤال للدكتور عبد الحق: لماذا لا يوجد رئيس جزائري واحد ذهب إلى الحج؟ صحيح ترى. شوف لأنه كما أن ولا السلطان العثماني ذهب إلى الحج. سؤال محله صراحة. صدق أنه ولا شوف أنا نجاوبك على محبوب الجماهير وعلى الشخص الذي يحبه الجميع هنا في المغرب، وهو الرئيس تبون، ونحن معه ظالما ومظلوما. يعني بالنسبة للمغاربة أجمل رئيس مر في تاريخ الجزائر هذا الشخص. يعني أنا أسميه هذا رئيس الفكاهي. فكاهي يا أخي. قلت واحد النهار كنت في لقاء مع أحد الفنانين المغاربة، قلت له والله العظيم لو زاد عهدة ثانية لجلسكم في البيت. والله العظيم صدق صراحة. يعني هذا
انا شخصيا يعني شوف طريقه كلامه والله العظيم هم ما تقدر انك تاخذ الصدق، يعني ما تاخذ على محمل الجد. هو كرئيس ما تقدر، مستحيل. هذا انسان حتى لو يسبك ممكن تقول له شكرا، فاهمني كيف؟ مستحيل انك تاخذنا على محمل يا اخي هذا اللي يقول وسائل الاعلام الوطنيه، يقول لك سنقوم بتحليه مليار و300 مليون متر مربع من المياه ديال البحر، ويذهب الى الامم المتحده ويعيد نفس الكلام. فهذا انسان يعني ليس في كامل القوى العقليه. السيد يعني يلزمه يعني انه يعني الجزائر تم تحويلها الى مستشفى الامراض العقليه في الهواء الطلق يا اخي. الناس لا يمكن انك التصور ديالها، لانهم عاشوا واحد المنطق ديال الانغلاق والانسداد في علاقتهم مع العالم الخارجي، واقنعوهم بانهم اقوى شعب كاين في العالم، واقنعوهم بانهم شعب الله المختار، واقنعوهم بان التقدم الذي يقع في جميع البلدان ما هي الا مسرحيه، واقنعوهم بان ما يقع في المغرب من تقدم لا علاقه له بان المغرب يعيش في الدرك الاسفل من الفقر وسوء التغذيه وقله التنميه. فالناس يعيشون في جيتهم حقيقه تطور بدعم غربي. وهذه الحالة تشبه حالة الاتحاد السوفيتي في بداية الثمانينات، حينما كانوا يعني يقولون لهم بأن لو لوندومان كي شونت، يعني الغد الذي يغني، وبأن الغرب يعيش الطوابير، وبأن الغرب يعيش الفقر. وحينما سقط يعني جدار برلين اكتشف الناس ديال الاتحاد السوفيتي بأن الناس تعيش في التقدم في الرخاء، وبأنهم يعني في الدرك الأسفل من التنمية. فهذا ما سيقع الجزائريين، ولذلك يتم يعني الاستمرار في إغلاق الحدود، لأن يعلمون بأن إذا ما انتقل الشعب الجزائري إلى المغرب فلن يبقى في الجزائر إلا شنقريحة وزبانيته، ولن يجدوا حتى من يحكموه أخي جاسم. والله العظيم دكتور نفس الملاحظة أنا قايلينها تقريبا بعد رمضان. جالس أفكر شوف أطلع قسط من المغاربة ومن التوانسة ومن الجزائريين، وحتى في زيارتي للجزائر أظني بعد رمضان بشهر، فشوف الفرق بين المغرب وبين الجزائر. وقتها فهمت إيش المغزى من تبنيد الحدود أو تسكير الحدود بين المغرب والجزائر، عشان الشعب المغربي ما يعرف الحاصل في الشعب الجزائري، ما يعرف الحاصل في المغرب، وما يعرف التطور اللي وصل له المغرب، وما يعرف المغرب لوين وصل، عشان ما تجيهم الغير يقولون شي دولة جارة بدون غاز وبدون بترول وفي هاي الكمية من التطور في البنى التحتية، عشان ما تجي لهم الغير عن بلاده وتقول كيف ان الجزائر دولة بترولية ودولة عندها غاز وحجم، وبعدها يا رجل حتى هذه ما سلمت شو اسمها العرافة اللبنانية تكلمت عن الجزائر من كم يوم. ايه اشوف ترى، بس صدق ترى والله العظيم يوهمونهم باشياء مسوي لهم غسيل دماغ. يعني حتى الشعب يوم تناقشه، حتى في النقاش يعني لازم انت تنزل من مستواك تحت، مو تحت، حتى تحت الصفر، عشان تناقشه وتشرح له بالخشيبات. يعني حد ودها توصل له اسرائيل ومن انشا اسرائيل لازم تلف له على كل الدول وتجيه بالخشيبات على الراحات لين يستوعب. اول ما يستوعب بيقذفك وبيقذف الاعراض وبينزل تحت. بس ذا هذا هو اخر شيء ممكن يقدمه الجزائر. في نقطة مهمة جدا. انا امس قريت كتاب للدكتور قويسم، هذا باحث تاريخي في الجزائر عن اليهود من عهد الفينيقيين، تمام، لحد آخر يوم لهم في الاستعمار. زين، بداية الكتاب شو مكتوب فيها؟ يعود تواجد اليهود في الجزائر من الأزمنة القديمة، حيث كانوا يشكلون جزءا مهما من النسيج الاجتماعي، إذ اندمجوا وانخرطوا مع الشعب الجزائري والثقافة المحلية، وعاشوا في الجزائر متمتعين بنفس الحقوق التي يتمتع بها الجزائريون. أوكي؟ لكن مع دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر سنة 1830 بدأ اليهود ينسلخون تدريجيا من علاقتهم من الجزائر، ويربطون مصيرهم بمصير المعمرين في الجزائر. وقد تعرف على ردة فعلهم من الثورة التحرير فتحة الخبر نقاشات من المؤرخين وباحثين حول هذا المواقف اليهودية في الجزائر من ثورة 1 نوفمبر 1954، وعادت بهذه الحقائق التاريخية. تمام؟
شوف الحقائق كيف. قال الدكتور محمد قويسم أيضا من جامعة سكسيدا من أن موقف الصهاينة اليهود من ثورة تحرير الجزائر كانت معادية للجزائريين، لأن الثورة الجزائرية تحررت تحريرية، والصهيونية استدمار استيطاني لذلك الأمر، مثل الاستدمار الاستيطاني الفرنسي، حيث موضحا بأن هناك تم خلط بين الشعب الجزائري واليهود أبان ذلك العام حتى اليوم. أوكي، اتباع الدين اليهودي بعضهم يحملون أفكارا تحريريا، وبعضهم متخفيا بألقاب عربية جديدة، ولكنهم نفس الديانة اليهودية. احترم البث يا أخي ياسين، احترم البث، خلي الرجال يكمل مداخلته وتفضل. فهمت؟ كما عاد الدكتور القويسم في تاريخ وجود اليهودي في الجزائر، وقال أن يعود الفترة الفينيقية والصراع الكنعاني اليهودي، وخلال الفتح العربي الإسلامي خضع اليهود حسبه من أحكامه إلى حكم المسلمين، وبقوا على دينهم اليهودية، وكذلك على الحكم الإسلامي في بلاد الغرب والأندلس، بلاد المغرب والأندلس الذي حكموا في آنذاك المناطق ما بين مصر جنوب سيناء لآخر موريتانيا وما بعد الموريتانيا. عاش اليهود بحرية مع المسلمين، وكان منهم التجار والأطباء مثل يعقوب بن يوسف بن كيس، والطيب إسحاق إسرائيلي الذي كان طيب عبيد الله المهدي. وكان اليهود في بلاد المغرب الأوسط، الجزائر حاليا. شوف شو كان اسم الجزائر، كان اسمه بلاد المغرب الأوسط، الجزائر حاليا. خلال العهد الموحدي، بعده في عهد مدن منها تلمسان وقسطنطينية والجزائر في ظروف جيدة. وخلال العهد العثماني قال أن وجود اليهود في الجزائر يمثل في اليهود الأصليين المعروفين بأصحاب العمامة، ثم يهود الأندلس الذي فروا من المحاكم التفتيشية الدموية الذي عرفوا باسم مغريوشيم أي المطرودين، ثم يهودية اللوفون خلال القرنين 17 و 18 ميلادية الذي عرفوا باليهودية الفرنجة الذي يسيطروا على الاقتصاد منهم بوجناح وبوشناق. تمام. الصهاينة اليهود حاولوا تخريب الثورة الجزائرية داخليا بحكم أنهم عندهم سلطة اقتصادية كبيرة، زائد أنهم هم مواطنين هذه الدولة من استيطانهم، وانخرطوا مع المسلمين في زواجاتهم. لحظة أخوي الشحي، بنشوف ياسين من الصبحي هايد. تفضل ياسين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء النور الإخوة الأفاضل. أول حاجة لازم نعرفوها، موقف الجزائر من القضية الفلسطينية ليس وليد الساعة. الجزائر كانت أول دولة احتضنت إقامة الدولة الفلسطينية. الجزائر سنوات ال70 كانت داعمة للقضية الفلسطينية عكس ما يروج الآن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الرئيس عبد المجيد تبون يثبت كل يوم أنه قائد فعلي، قائد حقيقي، قائد كاريزما، قريب جدا من الفئات البسيطة، يحاول كيف يعني يتقرب من البسطاء. دقيقة خليني أكمل. يا أخي احترم، خلنا من الشعارات لا تكون نفس الرئيس تبون. يوم تتكلم اثبت نفسك، يعني لا تقول كيف يثبت، كيف ذلك، عطني دليل كيف يثبت ذلك يا ياسين، وبعدها كمل. أما الكلام فيني أقول لك أن أبوي أمس حرر القدس، تمام، وأثبت ذلك، بس كيف؟ عطني الإثبات. اسمعني، الجزائر الآن في طريقها الجزائر في طريقها باش تحقق الأمن الغذائي، وتحقق الأمن الصحي، وتحقق يعني الأمور اللي ما دارتهاش أغلب الدول العربية دارتها الجزائر. وروحوا ابحثوا. لحظة، الجزائر الآن ستصنع. اسمعني لا تمرر مغالطات. لا تمرر مغالطات في بث يا أخي. لحظة، على الراحات. وش سوت؟ عطنا على الراحات واحدة. ياسين احترم البث وتفضل تحت. لا ماشي من حقكم، من حق. شوف الأخ
يا اخي انت ما انسان ما محرر تيزه ودي حرر على الراحات الحين على الراحات. يا ودك اتكلم عشان ما نقاطعك. عطنا شيء، عطنا دليل ملموس. خلنا من الشعارات مثل مواقفكم لان احنا ماشي ملاح. وش المواقف؟ عطني الدليل. وش هو الموقف؟ يا اخي المغرب متصهين. المغرب هو يقر المغرب يقر المغرب يا اعطيني شوي. المغرب خليك لا تقاطع يا سيدي. احنا ما نتكلم عن موضوع المغرب، نتكلم عن الموضوع هجوم الجزائر على الدول العربيه كلها. وانزل تحت لو سمحت، احترم البث او بنزلك اخر انذار. موضوعنا مش بالمغرب. احترم البث تنزل. المغرب ما واضح الشيء، الامور واضحه، ما نغطوا الشمس بالغربال. اذا عندكم حاجه اتجاه عقده المغربيه، ايش دخل المغرب في النص؟ العقده المغربيه، خلص من العقده المغربيه اول شيء. لا اتكلم بهاي الرمسه، لا ترمس شيء. العقده المغربيه احنا نتكلم في موضوع ثاني. يعني اي انسان اي جزائري يتفضل يطلب قسط، احترم البث بس. جاسم انت ما تلاحظ ان كل موضوع نطرحها لازم يدخلون المغرب في النص؟ لازم شيء اللي يطلع البث يفتح الكاميرا وبعدها يبند. تفضل دكتور. لا والله العظيم زعما غريبه البنيه السلوكيه. الشيطان على جهنم لازم يجيب لك سيره المغرب. انا تعبت والله من تعب يا اخي. شوف قال لك تبون قريب من شعبه لم يزور بلده واحده لم يزورها يا اخي. زار لا بس يا دكتور هو زار الجزائر الجنوبيه تمت زياره. لا يستطيع ان تطأ رجله منطقه القبائل. لا يستطيع. على المستوى يقول لك الامن الغذائي هو على الصواب. والناس تتحدث عن السياده الغذائيه، فهمتي؟ لا سوفغانتي اليمونتير. هما مازال يتحدثون على سيكوريتي اليمونتير، على الامن الغذائي. هو على الصواب، لان الجزائر يعني تستورد اعتقد 500 مليار دولار وتصدر 100 مليون دولار، وبالتالي يقول لك ان 85% من المواد الغذائيه يتم استيرادها من الخارج. يقول لك حينما يكون 85% من الحاجيات الغذائيه ديالك تستوردها من الخارج، فهنا لا يمكنك الحديث عن السياده الغذائيه. هنا الحديث عن الامن الغذائي، انك لا تستطيع انك تتحدث عن الامن الغذائي. خليك من كلام الدكتور الصنايبي، وخليك من كلام الاخ الشيحي، وخليك من كلام الاستاذ جاسم. منظمة التغذية والزراعة تقول لك بأن 5 مليون جزائري يعيشون في حالة المجاعة، نقص شديد في التغذية، الناس تأكل الأوراق. فدعك من هذه اللهطات والشعارات وهذا، وهم أناس شعارات لا حظ لهم في القضية الفلسطينية. تعرف قصتهم مع حرب 1967 أخويا جاسم ولا ما تعرفها؟ لا والله صلاح. شوف، هم أي جزائري الآن، أي جزائري تسأله يقول لك شاركنا الشهداء وعندنا شهداء، وهم لم يشتركوا البتة. وأنا أحيلك هنا على مرجعين جزائريين. المرجع الأول هو رئيس الأركان الجزائري اللي كان سنة 1963 اللي هو الطاهر الزبيري، عنده كتاب اسمه نصف قرن من الكفاح. فقال لك عندما اندلعت الأحداث ديال سنة 1967، شوف النبوغ الجزائري، شوف كيف أن هاد الناس لو أن العالم العربي اتبع الذكاء الجزائري لكنا يعني أزيد من 400 دولة. ماذا قال له؟ شوف القصة. كان آنذاك في 67 كان السفير الجزائري في باريس هو رضا مالك، اللي سيشغل فيما بعد يعني المنصب ديال رئيس الوزراء، وكان ممن حضروا الاتفاقية ديال إيفيون، المناقشة ديال الاتفاقية ديال إيفيون. فبومدين كان عبدا لشارل دوغول. شارل دوغول هو الذي ظل يدافع عن بومدين أنه يكون رئيس الجزائر. فأرسل إليه السفير، وهنا أرجع إلى الفيديو بالصوت والصورة لرضا مالك السفير الجزائري الأسبق في فرنسا، يقول أننا ارتأينا أن نخبر شارل دوغول بعزمنا على المشاركة في حرب 1967، وقال له ستكون هناك حالة من الإحراج إذا لم نشارك في هذه الحرب. ففكروا ونظروا وقرروا قال لهم شارل دوغول شوف أعطيكم واحد الحل، حاولوا أنكم تمشيوا تشاركوا، ولكن سيروا بسير ضعفائكم امتثال الحديث النبوي الشريف. فيحكي الطاهر الزبيري يقول لك أننا ذهبنا على تونس
وكلما التقوا بالناس يرقصون ويمرحون ويفرحون مع الشعوب ومع الليبيين. قال لك لم نصل إلا بعد اندلاع الحرب ب15 يوما. قال لك فوجدنا أن الحرب انتهت بعد 6 أيام، يعني بعد انتهاء الحرب ب9 أيام. المهم لم يشاركوا في هذه الحرب. قال لك أرسل بومدين بوتفليقة والعقيد عباس إلى جمال عبد الناصر ويتحدثون على ظروف وحيثيات النكسة وهذا. فقال لهم جمال عبد الناصر إن الإسرائيليين يفكرون في احتلال القاهرة عاصمة مصر. وقال لهم نحن أمام مشكل كبير، وخاصة أن العاصمة هي مركز استقلال الدولة، على اعتبار كما دائما أشرح بأن مركز استقلال يكون يا إما العاصمة السياسية يا إما الجيش يا إما رأس الدولة. فتعرف قال له هذا العقيد عباس هو بوتفليقة أستاذ جاسم ولا ما تعرف؟ لا والله تفضل. قال له دعهم يدخلون القاهرة ولن يستطيعوا أن يصمدوا وسننهكهم وسنستردها منهم. يعني لو أخذ عبد الناصر برأي بوتفليقة وهذا العقيد عباس لا كانت القاهرة اليوم زعما مدينة إسرائيلية. راحت مصر في 60 داهية. لا هو تفكير عبقري صراحة، يعني تفكير تعرف الإنسان الكسول هذا تفكير أغبياء. يحكي الطاهر الزبيري يحكي قال لك أينما ذهبنا، قال لك ذهبنا إلى مصر أو ذهبنا إلى سوريا وجدناهم يعلمون كم عندنا من المدافع، كم عندنا من المسدسات، كم عندنا من الأسلحة. قال لك كأنهم يعيشون بيننا، الناس مخترقين بالطول والعرض. هناك كان واحد الجنرال الجزائري سميتو راشد بن إليس كان دار واحد الكتاب في أركان السلطة، كان دار واحد الكتاب هو جديد يعني خرج في 2017 ولا. قال لك بعد حرب ديال أمغالا ديال معركة أمغالا ديال 1976 قال لك علمنا بأن الحسن الثاني كان يعلم علينا كل شيء. عشان هنا نهزموا بحرب شو اسمه الحرب اللي كان حرب الرمال صح، بين جمال عبد الناصر ودعم من القذافي وابو مدين صح. حرب الرمال كان الدعم ديال جمال عبد الناصر، وكان الدعم ديال السودان، وكان الدعم ديال كوبا الدعم ديال الصين. كوبا اظن قرابه المئات من الجنود اللي جابوا من كوبا المرتزقه اللي جابوا المحارب يعني اخر شيء نهزموا. اخر شيء قلم احمد بن بالله قلم حقرونا اخوتي حقرونا. الله العظيم يا اخي انسان. دكتور عبد الحق وجاسم، في سؤال عندي انا يا اخي، سؤال عقلاني شوي. هل بالمعقول ان في بعض الحروب تمام او تحصل في اي دولة ما، هل بالمعقول الشخص المستعمر او الشخص المتعدي على هذه الدولة يحمل 1,000,000 جثة من الشهداء